السلام عليكم ورحمة الله الإخوان المشاهدين. كما كتشوفوا اليوم عندنا اليوم واحد المعلومات على قبل الزنبيج، الأنواع ديال الزنبيج وكيفاش كيركبوا، وبالنسبة لسميتو شحال كيشربوا تاع الماء. يعني الأنواع ديال الزنبيج كتختلف من نوع لنوع على حسب المسام ديالهم في الزنبيج، وعلى حسب الماده اللي بتصنع منها، واش الماده سيراميك او بات. يعني بات روج، كاين بات بلو وبات روج، فرق ما بيناتهم. يعني البات روج في الزنبيج ديال الارض كتستهلك تقريبا ما بين 2.5%، 3.5% اللي كتشرب ديال الماء في المسام ديالها. ولهذا هي كتبغي يعني كتخدم بكولة مزيانه، وتكون يعني تكون مطلوقه واحد شويه بين وبين، على حسب. كاين تقريبا ما بين 5 لتر و 5 ونص حتى 7 فقط، على حسب النوع ديال الكولة. وثاني حاجه ديال الحيط كيستهلك تقريبا ما بين 18%. هذا الباتروج الفابريكا يعني الصنع ديال المغرب اولا ديال مصر. الباتروج كيبغي تقريبا كيستهلك ما بين 18% او 18 ونص، اللي كيستهلك كميه ديال الماء في المسام ديالو. يعني دايرينو باش ليها 18%، باش دغيا كيلصق في الحيط، ما يزلقش الانزلاق ملي كيركب الكولا، ما يكونش فيه داك الانزلاق، باش يعني كيجبد عنده الكولا وكيلصق دغيا. وهذا هو الفرق ما بين الحيط وديال الارض. الارض فيه 3.5% اولا 3، يعني حيت كيكون محطوط ارضيه ثابته. بالنسبه للانواع ديال السيراميك، الزنبيج ديال كومباكتو، هذوك كاين واحد النوع اللي هو بات بلو، ولكن كيشرب الماء بزاف، حتى هو تقريبا فيه 16-18%. وكاين كومباكتو يعني السيراميك، هذاك ما كيشربش الماء بزاف، مصنوع واحد ماده فيها البلاستيك وفيها واحد المكونات اخرى. هذاك يعني ما تيشربش الماء تقريبا 1% ولا 1.5%. يعني هذاك كيدي واحد المده طويله حتى كتيبس هذيك الكولا. هذا هو الفرق ما بين الانواع ديال الزنبيج. ومازال ان شاء الله يكون عندنا شروحات اخرى على حسب الانواع ديال الكولا، اللي كاينش كولا ديال الاستعمال الداخلي والاستعمال الخارجي، وانواع اللي على حسب الارقام اللي كيتخدموا بهم، ولا على حسب حتى الانواع ديال الزنبيج من الحجم الكبير، يعني من فوق 160 والفوق. ان شاء الله الحلقه القادمه نتطرقوا لهذا الموضوع.